السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فتحا في القول وشرحا في الصدر ونورا في القلب وتوفيقا عند مواقع العمل. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فخور جدا 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 اني موجود مع حضراتكم النهارده في ويبينار مهم جدا 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 لكل حد على وشك ان هو هيتخرج من كلية الصيدلة او اتخرج بالفعل من كلية الصيدلة من سنة او 2 او 3 او 10 او خارج قديم حتى من زمان. النهاردة ان شاء الله لايف مهم جدا جدا جدا، يهمني تطمنونا ان الصوت والصورة يكونوا يعني كويسين مع حضراتكم، ومش هوصيكم على الشير لان اللايف النهارده او الويبينار من اهم اللايفز اللي ممكن او اللايف شوز اللي ممكن نقدمها على مدار 2021 باذن واحد احد، وربنا يدينا الصحه وطولة العمر. طيب، تبتدي منين الحكايه؟ تبتدي من وانت قاعد في الانترفيو مع الانترفيور اللي هيعينك ان شاء الله داخل الصيدليه. كلامنا تحديدا للناس اللي حابه تشتغل كوميونتي فارماسي. انت رايح علشان تشتغل سواء في صيدليه فرديه او في غير صيدليه فرديه، وصاحبنا بيبدا يسالك شويه اسئله، وفي الوقت اللي دماغك موجود فيها حاجه واحده بس الا وهي السالري، بيكون هو دماغه فيها حاجه واحده بس الا وهي ان حضرتك تكون مالتي تاسكر، تكون فرود، تكون زتونه، تكون شاطر، يكون عندك من الخبره ما عندك بشكل كبير جدا جدا يخليك وعليك بخير تقدر تتشقلب في الصيدلية وتكسب الصيدلية دي بشكل حلال طبعا بإذن الله. طيب، خلينا الأول بس نتأكد عندنا إن الدنيا تمام وإن اللايف شغال كويس، علشان بعد قليل هيتم اختيار أول هدية. أول هدية من 6 هدايا النهاردة إن شاء الله بنقدمهم. أيوة، بسم الله، جميل، الناس الحمد لله موجودة معانا كويس جدا جدا، الحمد لله. يهمني تطمنونا كويس، بخير، هايل هايل زي الفل، الحمد لله. الصوت الحمد لله والشكر لله كويس. طيب، دلوقتي اهم شيء تعمله حضرتك في الكومنتس هو انك تكتب رقمك. اكتب رقمك في التعليقات بحيث انه يكون ايوه تمام، بحيث انه يكون زائد عن الرقم اللي قبليك بواحد، بحيث انه يكون زائد عن الرقم اللي قبليك بواحد بمنتهى البساطة. خلاص، يعني اول حد يشوف الكلام اللي بقوله دلوقتي يكتب 1، يجي اللي بعديه يكتب 2، يجي اللي بعديه يكتب 3، وهكذا، علشان احد الفائزين ال6 النهاردة هيفوز ان شاء الله بالطريقة دي عشوائيا زي ما هتشوفوا قدام حضراتكم بإذن الله. عايزين نكمل مع بعض ونقول ان صاحبنا علشان يحصل على الاجر اللي هو محتاجه او المرتب اللي هو محتاجه شهريا، ببساطة علشان يتشرط يعني لازم يكون عنده الخبرة. وهنا تبدأ المعضلة بتاعة البيضة ولا الفرخة. انا اشتغل علشان اخد خبرة ولا اخد خبرة علشان اشتغل؟ النهاردة هنحل المعضلة دي لحضرتك ان شاء الله. طيب، بمنتهى البساطة زي ما حضرتك شايف كده، اي حد بيفتح صيدلية ما عندوش الوقت دلوقتي انه يدرب عدد من الصيادلة داخل الصيدلية وياخد معهم وقت ومجهود علشان بعد فترة طالت او قصرت يبدأوا ينتجوا ويعلوا شفت الصيدلية. فزي ما شفت كده، هو دي احد رسائل اصدقائي اللي بيفتحوا صيدلية قريب او بيفتح صيدلية قريب، فبيقول لي عايزين صيدلي في مدينة كذا دكتور يكون عايز يكبر المكان ويكبر فيه، والمكان لسه فاتح جديد. بص، ولو حديث التخرج بس خبرة، بص ركز معايا في الكلمة، حديث التخرج بس خبرة في الشغل ده. قلت له حاضر، ادور لك من عينيا الاثنين، ولغايه النهارده بالمناسبه لسه ما لقيتش. طيب، الفكره باختصار انه عاوز حد يساعده علشان يحقق الماكسيمم بروفيت. طيب، الحل ممكن يكون فين؟ هنقول حالا، هو من الاخر كده عايز فريش جرادويت بس نينجا، خريج جديد بس نينجا. خليكم فاكرين كلمه نينجا دي. طيب، ده بيحط الواحد في معضله، اللي هو ابتدي منين؟ امشي ازاي؟ اتجه ازاي؟ اخلص المطلوب ده ازاي؟ وايه المطلوب اصلا علشان اكون نينجا جوه الصيدليه؟ قبل ما اكمل عايز اختار اول جيف اواي النهارده. اول جيف اواي زي ما وعدنا في البوست اللي نزل من ساعات قليله على الاكونت الشخصي بتاعي، كان عباره عن ان انا هختار حد من المعلقين
تعالوا مع بعض نختاره لايف قدام حضراتكم عشوائيا. ثانية واحدة كده. ايوه، نفتح الاكونت الشخصي بتاعي. ده الجروب اللي هنجيب سيرته بعد قليل. بسم الله. بالظبط، ده الجروب مالناش دعوه بيه دلوقتي، هيجي وقته. نخش على الاكونت الشخصي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. طبعا كلكم عارفين ان انا يعني الاكونت الشخصي بتاعي مصري، وعلى هذا الاساس النت لازم يكون مصري. انا ممكن اطلعه من الموبايل اسهل بدل ما احنا قاعدين كده، وتشوفوني برضو انا ايه مع حضراتكم على الموبايل. خلينا نرجع تاني للبرزنتيشن. اول جيف اواي ستذهب الى كنا قلنا اللي هيعمل منشن ل3 من اصدقائه على الاكونت الشخصي او على البوست، يعني باذن الله هيفوز معانا ب اول كورس OTC النهارده ان شاء الله مجانا. اول جيف اواي. طب تعالوا نشوفها مع بعض كده. اهو يا جماعه، ادي الموبايل اهوت. ادي احنا بنتشقلب علشان ايه؟ نطلع حاجه ما نكونش عارفين هو مين. اهو اللي فازت معانا النهارده دكتوره اماني المهدي. دكتوره اماني المهدي اهي. ايوه، دكتوره اماني المهدي. يا ريت تشرفنا حالا دلوقتي على رقم الواتساب اللي موجود قدام حضراتكم اهوت. ايوه هو ده، كويس. وتكتب لنا دكتوره اماني جيف اواي 1، مش اكتر من كده. دكتوره اماني هي اللي فازت بجيف اواي نمبر 1. هايل جدا. طيب تعالوا نخش مع بعض على الجزء الثاني من 6 اجزاء من برزنتيشن النهارده، الا وهو نعمل ايه؟ بمنتهى البساطه، لو يعني اعتبرنا ان الصيدله كلها داخل الصيدليه زي الكره الارضيه، فتقييمي الشخصي لها بيكون عباره عن ان بيكون في اوتر لاير وهي التسويق، بما فيه السوشيال ميديا ماركتنج طبعا، وحاجات كتير جدا جدا بس تحت بند التسويق. طيب لو دخلنا لجوه شويه هنكتشف ان في حاجه مهمه جدا اسمها فارماسي مانجمنت. هنكتشف ان في حاجه اهم اسمها كومباوندنج، هيربال فارماسي. هنكتشف كمان ان في كوزمتكس. لكن لو دخلنا للكور الداخلي الاهم في وجهه نظري لاي كيان صيدلاني على الارض، هيكون هو OTC او الاوفر ذا كاونتر دراجز او مهاره الوصف. لو مش مصدقني خليك معايا دلوقتي وكمان شويه هتصدقني باذن الله. ازاي؟ تسمع عن قاعده باريتو او قاعده 20-80؟ قاعده مشهوره جدا جدا جدا. القاعده بتقول ان 20% من المجهود او من الانبوت اللي بتحطه في اي كيان بيؤدي الى 80% من الريزلت اللي بتحصل عليها في الكيان ده. لو جينا نطبق القاعدة دي هنقول ان 20% من العلم الصيدلاني اللي المفروض انك تكون يعني بتحصل عليه هو الOTC. الOTC لما تعمل له implementation كويس داخل الصيدلية بيؤدي الى 80% من الريزلت او من الانكم اللي ممكن تحصل عليه من داخل الصيدلية دي. وعلشان كده لازم تكون mastering OTC practice بشكل احترافي، مش اي كلام. تقول لي هقدر الم الOTC كله ازاي؟ هقول لك ادخل معايا بقى على القاعده بعد ما تم تعديلها. عدلوا القاعده ديت وقال لك لا خلاص انسى 20-80، في مستوى ابسط من القاعده دي. لو اخدنا 20% من ال 20% اكتشفنا انهم هيؤدوا الى 80% من ال 80%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو درسنا 20% من الOTC المهمين اللي هم الكومن الشائعين اللي بيجوا كتير داخل الصيدلية، حالات متكررة بنشوفها قدامنا كتير، هيبدو او هيؤدي ذلك الى ارتفاع في الانكم بتاع الصيدلية بنسبة 64%، فقط لاننا عملنا ماسترنج ل 4% فقط من العلم الصيدلي اللي المفروض علينا اننا نكون فاهمينه داخل الصيدلية. تقول لي طيب ده يعني المفروض تطبيقه عامل ازاي؟ بالظبط زي الجهاز اللي قدامك دلوقتي ده.
دي بيسموها السويس نايف او المطوه السويسريه او السكينه السويسريه. الجهاز ده كلنا عارفينه، هو عباره عن جهاز واحد ولكن جواه مقص وكورك سكرو ومبرد وممكن فتاحه علب كمان ومطوه كمان طبعا، وايه تاني، حاجات كتير جدا جدا ممكن تكون موجوده داخل الجهاز الواحد ده. فهو متعدد الاستخدامات، مالتي تاسكر. من خلال اكتساب ثقة المريض بالاو تي سي براكتس المحترف، سيادتك ممكن تتحول الى ما يشبه هذا الجهاز داخل الصيدلية او هذه الاداة داخل الصيدلية. تقول لي انا مش مصدقك وانا محتاج ادلة اكتر من كده. هقول لك يلا بينا، مفيش مشكلة خالص. اكلمك عن نفسي شوية. العبد لله موجود ومزروع داخل صيدلية ريفية من 2004. على مدار الفترة اللي فاتت كلها ممكن نكون اتعرضنا لعدد كبير جدا جدا من الحالات. في 2011 درسنا الامريكان بورد اوف فارماسيوتيكال سبيشاليتيز تخصص فارماكوثيرابي، علشان الكلام اللي نقوله يبقى اكاديمي وتطبيقي في نفس الوقت. بفضل الله اولا واخيرا انشأنا صفحة على يوتيوب تقدر تشوفها، او شانل على يوتيوب تقدر تشوفها لو كتبت رسائل صيدلانية يومية او احمد الجويلي او تي سي او ايا كان ما له علاقة باللي فات. الحمد لله داخلين على 50,000 سبسكرايبر حتى الآن. الفيديو اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي حالا الشاشة بتاعته ديت، الحمد لله عدد المشاهدات بتاعته كسر 3/4 مليون مشاهدة بفضل الله، عن التدخين وكيفية التوقف عنه في 27 يوم بدون أدوية. وده برضو من ضمن الاو تي سي براكتس بالمناسبة. المهم ان احنا من 2011 لغاية النهاردة اتشقلبنا في اكتر من 30 جامعة على مستوى مصر وخارج مصر، من ضمنهم الكويت والامارات كمان. هنا مثلا كانت البداية في جامعة 6 اكتوبر، بعد كده رحنا المنيا، بعد كده رحنا اسيوط. من الاخر كده لفينا جمهورية مصر العربية تقريبا، ما عدا عدد قليل من المحافظات، منها مثلا جنوب سيناء ما رحناوش الا سياحة بس. جامعة دراية في المنيا، بني سويف، جامعة الاهرام الكندية، جامعة حورس مع دكتور محمد ياسر حمدي ربنا يبارك فيه ويحفظه حبيب قلبنا، جامعة حلوان زي ما حضرتك شايف، جامعة النهضة، جامعة فاروس، جامعة الجامعة الروسية، البريطانية، عين شمس. الحمد لله والشكر لله أكتر من 30 جامعة وقفنا على الستيج بتاعها علشان نقدم ال OTC practice as it should be. الحمد لله من الحاجات اللي ممكن نكون فخورين بيها جدا ان تم تكريمنا الحمد لله والشكر لله داخل مصر وخارج مصر من عدد كبير جدا جدا من الأساتذة والعمدة والفطاحل في المهنة. مثلا دكتورة دلال ربنا يبارك فيها ويحفظها ايام ما كانت نائبة رئيس جامعة النهضة، مثلا دكتور مجد الغزولي عميد صيدلة فاروس الحمد لله، دكتور محمود كحيل عليه رحمة الله طبعا جامعة 6 اكتوبر، وغيره 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 من جامعات خاصة وحكومية زي ما قلنا داخل مصر وخارج مصر. من الاخر كده العبد لله اللي بيجري في دمه كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دموية و OTC. وعلى هذا الأساس اللي بكلمك فيه النهاردة very 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 practical و very authentic، وزي ما هنشوف بقى في الأمثلة كمان شوية. ولكن قبل الأمثلة يهمنا إن احنا نختار من حضراتكم دلوقتي رقم عشوائي علشان يفوز معانا بجيف اواي نمبر 2. نرجو إن لو حضراتكم دلوقتي مركزين معانا تكتبوا لنا في الكومنتات كلمة مركزين، علشان أهم شيء علشان تفوز بجوائز النهاردة هي ان حضرتك تكون available معانا لايف مش ريكوردد. في جوائز تانية هنقولها في الاخر ان شاء الله للناس اللي هتبقى معانا في الريكوردد فيرجن، لكن انا دلوقتي كلامي اللي موجودين معانا دلوقتي لايف، لان في هدايا زي دي هتكون فقط للناس اللي موجودة معانا لايف. طيب خلينا نشوف مع بعض احنا وصلنا لغاية رقم كام علشان نختار دلوقتي عشوائيا من الارقام اللي موجودة معانا. من الارقام اللي موجودة معانا حاليا او دلوقتي، الموبايل او اللايف مش عايز يفتح، بسم الله. ايوه مثلا وصلنا ل 100 ل 101 عميد صيدلة فاروس. هايل، وصلنا ل 101. تعالوا نشوف مع بعض كده الراندوم تشوزر بتاعنا. جوجل راندوم نمبر، ادي لو قلنا اول رقم 1 تاني رقم 0، تعالوا مع بعض كده نشوف هيجنريت رقم كام.
هو عمل جنريشن لرقم 10 زي ما حضراتكم شايفين. يا ريت اللي كاتب لي فيه كومنت اول واحد كتب رقم 10 يبعت لي دلوقتي حالا على الواتساب الرقم اللي موجود تحت السكرين ويكتب لي جيف اواي نمبر 2، مش اكتر من كده. انا لسه معرفهوش خالص على الاطلاق، ويا رب يكون موجود معانا لايف، لانه لو جالي بعد اللايف ما يخلص في الحاله ديت مش هيكون لي شيء. فيا ريت حضرتك دلوقتي صاحب رقم 10 في الكومنتس، اول واحد يكتب لي رقم 10 في الكومنتس يبعت لي دلوقتي حالا على الواتساب جيف اواي نمبر 2 باذن الله، عشان بعد اللايف مباشره ان شاء الله هقدمها له بنفسي. نرجع مره ثانيه للبرزنتيشن وندخل مع بعض على الجزء الاهم في وجهه نظري النهارده ان شاء الله، الا وهو how to be inspired by some examples. ناس كتير جدا جدا تقول لك انا لغايه دلوقتي مش مصدقك، انت قدمت لي البروف بكذا شكل، بس انا عايز اشوف بعينيا ازاي الاو تي سي ممكن يخليني فرخه بكشك عند صاحب الصيدليه. ده اللي هنعمله دلوقتي ان شاء الله براكتيكالي في 4 حالات او تي سي وعدنا بيهم واحنا بنعلن عن البرزنتيشن دي او الويبينار ده. هنشوف 4 كيسز بنشوفهم يوميا داخل الصيدليه، ازاي نقدر بعون الله نحولهم الى فرخه بكشك، مع عدد من السيلينج تيبس اند تريكس اللي يهمني انك تكون محضر ورقه وقلم علشان تكتبها ورايا دلوقتي باذن الله. خلينا نشوف في كل كيس من ال4 كيسز اللي جايين الصيدلي العادي هيتصرف ازاي، والصيدلي الزتونه او الصيدلي فيرود او الصيدلي الشاطر هيتصرف ازاي. خلينا ناخد مع بعض اول كيس مثلا. اول كيس ساينوسايتس، حد دخل لك الصيدليه يقول لك انا عندي يعني خلاص بروفن ايفيدنسد ساينوسايتس، عندي جيوب انفيه، عايزين حاجه للجيوب الانفيه يا دكتور. الصيدلي العادي هيروح صارف له ايه؟ هيصرف له مضاد للحساسيه اسمه تلفاست 120 اقراص، وده يعتبر حل سليم مفيش فيه اي مشكله على الاطلاق as an antihistaminic. مبروك، ويوصف له جرعه التناول بتاعته مره يوميا قبل النوم، وشكرا جزيلا على كده. اسمح لي اقول لحضرتك ده الصيدلي العادي، مش عايز اقول الصيدلي البطيخه لان الصيدلي البطيخه ممكن ما يتصرفش اصلا او يتصرف غلط، لكن كلامي دلوقتي على الصيدلي العادي والصيدلي الفيرود او الصيدلي الزتونه زي ما بحب اسميه. الصيدلي الزتونه بقى هيقول لك لا ثانيه واحده كده الموضوع لسه ما اكتملش، ويبدا يسال العميل شويه اسئله من اهمهم ان صاحبنا بيتألم، فيطلع فعلا انه بيتألم. وعلى هذا الاساس من اهم الحاجات اللي لازم تضاف في الاو تي سي بريسكريبشن هي الانالجيزك، وليكن كاتافاست مثلا كواحد من اشهر الانالجيزكس واسرعها تاثيرا وفي نفس الوقت اسهلها في التناول. طيب هل كده وبس؟ لا، من اهم الحاجات اللي بتساعد على الانستنت ريليف لمريض الساينوسايتس انه يستخدم نيزل اريجيشن او نيزل ووش زي الكا مصر وممكن فيزيومير، لكن كلامي النهارده على الكا مصر لان بعد شويه هقول لك الاسعار فرقت ازاي. الكا مصر از نيزل اريجيشن ممكن يتم استخدامه ويتشرح للمريض كيفيه استخدامه بكذا طريقه علشان يحصل ريليف سريع للحاله باذن الله. طب هل كده وبس؟ لا طبعا. صاحبنا اللي فاهم يعني ايه او تي سي هيسال المريض بقالك قد ايه، ولو غالبا الحاله اكتر من 10 ايام هتلاقي الحاله اتحولت من انها تكون الرجيك الى انها تكون بكتيريال، بمعنى اصح في انفكشن، في بوست نيزل دريبنج، محتاج اني استخدم له مضاد حيوي. واحد من افضل المضادات الحيويه القابله للوصف داخل الصيدليه هو الازيثرومايسين. مثلا هناخد زيثرون 3 اقراص، زيثرون 500 كانتي بكتيريال. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف الفرق ما بين الصيدلي العادي والصيدلي الزتونه بشكل رقمي. لما نروح للتلفاست هنكتشف ان سعره لو صرفنا علبه بحالها يا سيدي 54 جنيه. اوكي؟ طيب لكن لما نكبر المساله شويه بالحلال، وزي ما هقول لك كمان شويه بالحلال ازاي وايه المقصود فيها، هنكتشف مثلا ان الكاتافاست مثلا ب 36 جنيه. هنكتشف كمان ان النيزل اريجيشن او الالكا مصر ب 10 جنيه ونص. هنكتشف كمان ان الانتي بكتيريال اللي هو الزيثرون ب 32 جنيه ونص. ساعات لما تيجي تحسب حسبتك كده هتلاقي ان البيعه، وخلينا نقول البيعه بشكل متعمد، زادت بنسبه 48%. يعني تقريبا ضعف اللي كان العميل هيصرفه مع الصيدلي العادي
صرفوا مع الصيدلي الزتونة، مع الصيدلي الشاطر، مع الصيدلي الفرود. هنا مهم جدا جدا انك تاخد اول قاعدة معايا في ال OTC practice. اللي احنا عملناه دلوقتي ده اسمه كروس سيلينج. كروس سيلينج يعني العميل داخل علشان حاجة مهمة واحدة بالنسبة له، بمزيد من الأسئلة الواعية المبنية على فهم بنبدأ نكتشف عنده النيد الحقيقية أو كذا نيد مرتبطة بالنيد الأصلية، ونبدأ نعمل لها satisfaction. فاللي حصل دلوقتي قدام عينيك مش تلبيس للعميل أو للزبون، وإنما إننا بنديله الحاجة اللي تخلي العميل ما يرجعش تعبان تاني. بدل ما الجيوب الأنفية تفضل مزمنة عنده طول الشتاء أو لغاية الربيع كمان، ويقعد 6 شهور من السنة متضايق وتعبان وبيشتكي من صداع متكرر، لا، أنا كده في خلال يوم 2 بالكتير إن شاء الله الموضوع بيحصل له instant relief وما بيرجعش مرة تانية. بدل ما يفضل مستمر على التلفاست أو غيره من مضادات الحساسية والمسكنات لمدة 6-7 شهور تبوظ له حاجات تانية. بمعنى أصح، اللي احنا عملناه دلوقتي هو عين الحلال، طالما المريض واثق فيك وهيرجع لك بعد كده ان شاء الله وهو بيدعي لك لما يخف باذن الله. يعني اديت له المهم بالنسبه له بعد ما تم اكتشافه. يبقى اول قاعده من 7 قواعد النهارده في السيلينج سكيلز، يهمني انك تسال. اسال كتير، اسال بشكل مستمر علشان تكتشف نيدز اضافيه وتبدا على اساسها تعمل لها fulfillment او satisfaction، وتقدم للعميل من اللي عندك افضل برودكتس ممكن ان هو ان شاء الله يكون مفيد بالنسبه لحالته. طيب تعالوا نشوف مع بعض مثال اخر. مثال اخر عن قصدي البواسير. حالات كتير جدا جدا بنشوفها داخل الصيدليه، واحد يخش لك الصيدليه يقول لك لو سمحت عايز دهان للبواسير، وشكرا، هو ده كل اللي قاله. اعتمادا على القاعده الاولى لازم اسال. الصيدلي الشاطر هيبقى عارف ان في 4 جريدز او 4 درجات للبواسير، ممكن يتصرف في اول 2 منهم. اول ما يبقى لا قدر الله بليدنج هيمورويدز لا خلاص مش هيتصرف، ولكن في عنده مساحه واسعه للتصرف كاو تي سي براكتيشنر قبل ما المريض يروح لاي طبيب. طيب الصيدلي العادي هيصرف ايه؟ هيصرف له دهان البواسير، سي مثلا بروكتوفور كريم، وشكرا على كده as a local agent. في شويه مثلا لوكال اناثيتك، في شويه استرنجنت، حاجه قابضه يعني للاوعيه الدمويه، والمريض ممكن يرتاح بالمناسبه، بس ممكن يفضل ماشي على البروكتوفور ده مدى حياته بشكل مزمن لمجرد انه قابل صيدلي عادي، مش صيدلي زتونه او شاطر او فيرود. طيب الصيدلي الزتونه ممكن يوصل معاه لفين؟ بالحلال ممكن يوصل معاه الى انه رقم 1 يتاكد او يتوقع، وعلى اساس طبعا السؤال يعرف ان اهم سبب من اسباب البواسير عند صاحبنا هو الحزق الناتج عن الامساك. ستريننج مستمر غالبا سببه امساك، ففي الحاله دي كونه يخرج معاه لاكزيتيف زي لاكتيلوز على سبيل المثال، مش هو او يعني الاكسلنت تشويس وخلاص، لا، هو يعني ممكن يكون هنا بالنسبه للحاله دي اختيار مناسب. طيب اتفضل الملين ده، واظب دايما على ان ما يجيلكش امساك، اهم شيء ان ما يجيلكش امساك يا فندم. طيب جميل، وايه كمان؟ سبحان الله ممكن تلاقي ناس، وركز معايا في القاعده اللي جايه ديت، يبقى هيتجنن علشان يعرف يقعد كويس بدون الم، وده حله اختراع لطيف جدا اسمه الكوشن او الهيمورويد كوشن، اللي هي مخده البواسير او مقعد البواسير. صاحبنا بيحتاج ان هو يلاقي ده، ولو لقاه عندك هيدعي لك، برغم ان ممكن يكون سعره كبير شويه. تسالني وتقول لي هل الاقيه في اي مكان؟ ده هقول لك موجود في صيدليات، وممكن يتباع بسهوله شديده جدا، وموجود على امازون وسوق. وبالمناسبه القاعده رقم 2 النهارده في السيلينج بوينتس الا وهي don't assume. لا تفترض. لا تفترض ايه؟ لا تفترض اي شيء. لا تفترض ان المخدة دي عنده وهو مش محتاجها. لا تفترض ان لو عرضتها عليه هيستغلاها. مش عرفك، اعرضها عليه. لا تفترض انه الفلوس معاه ما تكفيش. ما تفترضش اي شيء سلبي.
تجاه اي شيء بتعرضه على العميل. Don't assume، لا تفترض. وعلى هذا الاساس ادخل معايا على رقم 4، الا وهي ايه؟ الا وهي السيتس باث، او المغطس، او الجهاز اللطيف جدا اللي المريض ممكن يقعد فيه وهو يحط جواه محلول بوتاسيوم بيرمنجانيت دافي. بعد ما يكون طبعا يعني غلى الميه يبدا يحط البوتاسيوم بيرمنجانيت ويقعد فيه بعد ما تكون الميه دافيه. اهم شيء بعد ما تكون الميه دافيه ما يقعدش فيه هو سخن موحوح. ده بيدبل البواسير جدا جدا، وفي نفس الوقت مطهر للمنطقه ديت، وبيقلل الالم بشكل سريع جدا جدا باذن الله. لو شفت اسعار الكلام اللي بتكلم فيه ده هتتخض لو رجعتها معايا. تعالوا نشوف مع بعض كده، لو لوكال ايجنت وبس صيدلي عادي صرفه ايه اللي هيحصل؟ هلاقي كسبت 6 جنيه، حطيت في الكاشير او في الدرج 6 جنيه وشكرا على كده. ده الصيدلي العادي. الصيدلي الشاطر ممكن زي ما اتفقنا كده هوت، اول حاجه يعملها انه حط لاكزاتيف زي لاكتيلوز ب 15 جنيه، حط المخده او المقعد ب 165 جنيه. في ناس ممكن تشتري مخده يقعدوا عليها ب 165 جنيه طالما وثقوا فيك وهيرجعوا لك يدعوا لك بعد كده. واخيرا ممكن السيتس باث الجهاز ده ب 72 جنيه. الحاجات دي لو موجوده عندك في الصيدليه، ودي بالمناسبه القاعده رقم 3، انك علشان تكون OTC براكتيشنر محترم ومحترف لازم تكون اوير بالجودز او البضاعه اللي موجوده حواليك في الصيدليه. ايوه، مهنتنا علم وتجاره، محدش يخجل على الاطلاق ولا يتكسف ان احنا بنبيع جوه الصيدليه. ايوه، مهنتنا فيها تجاره وفيها علم. لما حضرتك تخجل كصيدلي جديد من انك تعرض على العميل، في الحاله ديت اسمح لي اقول لحضرتك انت كده بتخسر كتير جدا جدا جدا. لازم يبقى عندك من الثقه ومن المهاره انك تعرض الجودز اللي عندك بما يتوافق مع احتياج العميل زي ما قلنا. وهنا خلينا نراجع لغايه دلوقتي اخر قاعدتين. لازم تكون عينك على اللي حواليك داخل الصيدليه. في ناس كتير جدا ممكن يدخل صيدليه وما يكونش عارف ان فيها الكوشن دي، ويفوت على الصيدليه فرصه كبيره جدا جدا لما يقول للعميل لا مش موجوده والله. او السيت باث في حين انه ممكن يكون موجود. الحاجه الرابعه، القاعده رقم 4 مهمه جدا في السيلينج بوينت، اكتبها ورايا عشان خاطري، ما تتكسفش. بلاش حرج. لا ده هيكسفني، ده مش هياخد مني الحاجه ديت وهيبقى شكلي وحش. انت ما خسرتش حاجه، بالعكس انت بتحاول تفيده، بتحاول تساعده. لازم تكون ديت القناعه اللي موجوده عندك وانت بتقدم له الحاجه اللي بتريحه. طيب كده تخيل معايا هو داخل عايز يدفع 6 جنيه فقط. هنا ممكن يدفع ما يعني يتفوق على كده ب 4100%. حضرتك البيعه كبرت بحجم 4100%. هل الكلام ده ممكن يكون منطقي؟ منطقي. بيحصل؟ بيحصل. اوكي، من ضمن الحاجات اللي ما ينفعش انك تفترضها هو ان العميل معهوش فلوس. بالعكس، العميل ده ممكن كمان شهر واحد بالظبط يروح يعمل عملية بواسير يدفع فيها 7-8 آلاف جنيه لمجرد انه النهاردة وهو موجود قدامك ما تعرضش عليه الحلول دي، او اتعرضت بشكل متردد، او اتعرضت بشكل ممكن يكون فيه خجل زائد، او الحاجات ما كانتش موجودة اصلا، او بعته محافظة تانية علشان يجيب الحاجات دي فكسل وما شابه. فلازم جدا يكون عندك من الكياسة ومن الثقة وانت بتعرض الكلام اللي بنتكلم عنه النهاردة. طيب تعالوا ناخد او اللي هي الحالة رقم 3، حالة متكررة جدا جدا وبنشوفها داخل الصيدلية كتير جدا. تلاقي فيميل داخله لك الصيدلية بتقول لك انا عندي انخفاض في الضغط، لو سمحت انا عايزة النقط اللي انا ماشية عليها لانخفاض الضغط. قصدها على ايه؟ قصدها على كوراسور نقط. ممكن طبعا ايفورتيل، ممكن يعني المادة دي اسمها هيبتامينول، دي كاردياك ستيمولانت، حاجة بتزود من ضربات القلب، اينوتروبيك بمعنى اصح، علشان تظبط الضغط شوية، تعليه سنة بسيطة وتخليه طبيعي. طبعا لو جينا نتكلم كماديات هي كلام فاضي، ولكن في حد صيدلي غير عادي هيبدأ ما يكتفيش بالكلام ده ويبدأ يسأل ويكتشف ان بنسبة 95% الهايبوتنشن الموجود عند صاحبتنا سببه الانيميا. اول ما يسمع كلمة انيميا
تحديدا لو كانت ناقصه حديد هيبدا على طول يتحرك في اتجاه انه يبدا يوصف لها لاكتوفيرين. اللاكتوفيرين من افضل الايجنتس اللي موجوده مؤخرا على مدار الثلاث اربع سنين اللي فاتوا اللي ممكن يزودوا الايرون ابزوربشن، حتى لو كان من الفود، بغض النظر عن الايرون برودكتس اللي موجوده داخل الصيدليه سواء كانت اليمنتال او اورجانيك. بمعنى اصح حضرتك كده هتوفر عليها مأساة الدخول في الانيميا. طب مش كده وبس، صاحبتنا دي بتشتغل جوه البيت او بره البيت، محتاجه تكون اكتف، محتاجه تكون واعيه خلال اليوم، ما يغمش عليها كل شويه، ممكن في اوقات كتير تبقى لوحدها. محتاجه ايه يعني؟ من الاخر مقويات، من افضل المقويات واشهرها اللي موجوده داخل الصيدليه فيتاماونت فور وومن. فيتاماونت فور وومن از مالتي فيتامين من الحاجات الرائعه جدا جدا اللي بتفيد في حاله، يعني انا بدات اعالج الانيميا اهو. اوكي طيب، لو واحد شاطر اكتر من كده هيبدا يكتشف ان بنسبه كبيره جدا جدا صاحبتنا بيكون عندها بليدنج. وغالبا بيكون فاجينال بليدنج مرتبط بالبيريود. البيريود الطبيعيه بتبقى 4-5 ايام، هي ممكن فترتها تطول اكتر من كده، بوليمينوريا، وممكن تبقى اغزر من اللازم في نفس فتره المنسترويشن، فيبقى اسمها مينوراجيا. كل المصطلحات ديت كاو تي سي براكتيشنر المفروض حضرتك تكون عارفها، ما تقلقش خالص، هنتكلم كمان شويه نعرفها ازاي. الشاهد من كل الحواديت ديت ان محتاجين حاجه رابعه تقوي الاوعيه الدمويه شويه، برضو ممكن تصرف او تي سي زي دافلون اقراص، دايوزمين وفيتامين سي، او سوري دايزمين وهيسبريدين، انا اسف، دايزمين وهيسبريدين هما الاثنين ممكن يتوصفوا لمده 3 شهور مفيش مشكله خالص as a capillary strengthener، حاجه ممكن تقوي الشعيرات الدمويه وتقلل البليدنج من غير اللجوء للحاجات الهيموستاتيك او الحاجات اللي ممكن توقف النزيف لما يحصل بالفعل. لا، دي حاجه هنمشي عليها بروفيلاكتيكالي لمده 3-4 شهور مع طبعا الاهتمام بالجانب الغذائي. الشاهد من كل الحواديت دي ان واحده عندها هايبوتنشن دخلت الصيدليه على اساس انها تحصل على كوراسور نقط فقط ابو 4 جنيه ونص، لكن خرجت من الصيدليه وهي ما شاء الله لا قوه الا بالله منفعه الصيدليه بعلبه برافوتين ب 155 جنيه، فيتاماونت فور وومن ب 27 جنيه، واخيرا كابيلاري سترينسر زي دافلون ب 64 جنيه ونص. حضرتك البيعه زادت بنسبه قد ايه؟ بنسبه 5377%. تقول لي هو فيه صيادله بيطلعوا نار من بقهم وتنانين مجنحه ويقدروا يعملوا الكلام ده؟ ايوه. واسمح لي اقول لحضرتك، كونك ممكن ما بتشوفهمش مش معنى كده انهم مش موجودين، لا، هم موجودين، اتدربوا صح واشتغلوا صح ونزلوا الصيدليه واتمرمطوا وقعدوا بال3-4 ايام ما يناموش جوه الصيدليه علشان يحصلوا على الخبره اللي تؤهلهم انهم يوصلوا للمستوى ده. ودول بالمناسبه، بس مش عايز اقول دول هيحصل لهم ايه، بس خلينا ناخد رقم 4 الاول وبعد كده اقول لك دول بيعملوا ايه باذن الله. اخر كيس معانا، ودي حاله برضو متكرره جدا، انا نفسي تعرضت لها كذا مره as a patient، هي الانكل سبرين. يقول لك وانا نازل من على الرصيف رجلي اتلوت تحتيه، او وانا بتمرن في الجيم اتمرنت غلط مثلا او شلت وزن زياده فحصل التواء في الكاحل. التواء الكاحل ده هو داخل الصيدليه وحاطط في باله ان هو عايز فولتارين ايمالجل، مش اكتر من كده. ممكن يكون حاجه كمان ارخص من كده، او يعني ممكن كميه اقل من كده، دي مثلا 50 جرام، فممكن تكون از لوكال ايجنت بالنسبه له ده اللي كفايه بالنسبه له خالص. هو داخل الصيدليه حاطط ده في دماغه، مش مرتب نفسه على اكتر من كده. لكن اسمح لي اقول لحضرتك، الصيدلي الشاطر المفروض ان هو يقنعه بان حالته ممكن تكون تخلص في وقت اقصر من كده. انا لما تعرضت اخر مره للموضوع ده قعد 8 ايام رجلي تعبانه لمجرد ان انا في بيئه مفيش فيها غير الفولتارين ايمالجل. لكن لو كنت اقدر ان انا اجيب مثلا اللي جاي ده وهو انكل سبرين كنت جبته على طول. انكل سبرين انكل سبورت داعم للكاحل ممكن بكل بساطه يتلبس، تحديدا لو صاحبنا شغله مستمر في الوقوف، هو مضطر ان هو يوقف غصب عنه. هيعمل ايه؟ ما يقدرش يريحها، ما يقدرش يطبق الرايس تكنيك، ريست ايس كومبريشن اليفيشن، زي ما بندرس دايما في الاو تي سي كيسز بتاعتنا، او زي ما الكتاب بيقول.
الانكل سبورت ده مهم جدا. طيب ايه كمان مهم محتاج ان العميل ياخده؟ محتاج ان هو ياخد انتي اديماتس ايجنت، ممكن ياخد هيموكلار كريم او ريباريل جل، ممكن ياخد الفنترن، ممكن ياخد كمان بدل الفنترن امبيزيم، ميجاليز، وهكذا نيوبيزيم. كل الحاجات ديت از انتي اديماتس ايجنتس ممكن تكون مفيده علشان تقلل حجم التورم تحديدا في اول 3 4 ايام. وعشان كده زي ما هتشوف هصرف له مثلا شريط الفنترن مش علبه. ايه ده انت مش هتلبس العميل؟ لا مش هلبسه. الشريطين التانيين في علبه الالفنترن ما لهمش لازمه، هو شريط ب 12 جنيه كفايه بالنسبه له. المهم اخر حاجه ممكن ياخدها مني داخل الصيدليه هي الايس باك او كمادات التلج. ايوه ممكن تلاقي واحد يقول لك انا عايز كمادات تلج، او انت لما تعرضها عليه بالفيتشرز والبنفيتس بتاعتها يقول لك ده افضل من اني افضل اجيب تلج من الفريزر واحطه على ركبتي او احطه على الكاحل عندي و من الاخر كده ازعبل على كل الحاجات اللي موجوده حواليا واغرقها ميه، او تحديدا وانا في الشغل او وات ايفر. النوع ده من الكمادات ممكن بكل سهوله يتحط على الكاحل وما يزروطش الدنيا من الاخر. طيب دي الايس باك. تعالوا نشوف مع بعض كده اهوت اللوكال ايجنت كان بكام. اخري فيه كام؟ 25 جنيه وربع، مش اكتر من كده. طيب لما ندخل على الصيدلي الشاطر اللي البيعه كبرت معاه، وركز معايا ده هينعكس ازاي عليك بعد شويه داخل الصيدليه، هتلاقي بقى اول حاجه تعرفها ان الانكل سبورت ب 85 جنيه، وانا بتكلم في نوع افريج. في ناس ممكن تبيع حاجات ب 300 و 400 جنيه. اوكي طيب ممكن كمان الانتي ديميتس هما الاثنين مع بعض ب 25 جنيه ونص مثلا، الهيموكلار مع الالفنترن شريط مش علبه. واخيرا الايس باك ب 110 جنيه. طيب ده كله انعكس على البيعه بنسبه كام في الميه؟ بنسبه 773%. قول 800%. يعني 8 اضعاف اللي كان صاحبنا كان داخل يدفعه هيدفعه دلوقتي قدامك داخل الصيدليه بشكل مبهر. ده اللي ممكن يخلي ببساطه كده صاحبنا يبص لك البصه اللي جايه، صاحب الصيدليه يبص لك البصه اللي جايه. ولكن احنا دلوقتي في جيف اواي نمبر 3، فمهم جدا جدا ان احنا نشوف هل حضراتكم لسه مركزين معانا ولا لا. ويهمني ان حضراتكم تكونوا افيلبل معانا دلوقتي. ما شاء الله في ناس حطت ارقام جميله جدا. كويس ما شاء الله. دلوقتي هنختار عشوائيا. يا رب تكونوا حضراتكم مركزين معانا. اوكي هنعمل دلوقتي اسمه ايه، هنعمل برضو اختيار عشوائي لاحد التعليقات اللي معلق دلوقتي تحت اللايف دلوقتي. ولو بتشوفني في ريكوردد فيرجن على اليوتيوب اكتب دلوقتي في التعليق كلمة excited في اليوتيوب مش على الفيسبوك، في اليوتيوب في ريكوردد فيرجن، علشان دي هنجيلها ان شاء الله كمان شوية صغيرين في نهاية اللايف. طيب ادي التعليقات اهيت. انا مش شايف حاجه. يا ترى مين هيفوز معانا دلوقتي؟ يا ترى مين هيفوز؟ اللي هيفوز هو ده. مين؟ دكتوره منى سمير. دكتوره منى سمير. اوكي ايوه اوبس اهو دكتوره منى سمير رقم 264. عايز حضرتك يا دكتوره منى تبعتي لي دلوقتي جيف اواي 3 على الواتساب اللي موجود قدام حضرتك دلوقتي على الشاشه، علشان نسلمك كورس OTC كامل هديه ان شاء الله بمجرد انتهاء اللايف. اوكي الموضوع بسيط خالص اهوت ومركزين. يا ريت كل اللي لسه ما عملش شير لللايف دلوقتي يعمل شير، علشان الكلام اللي جاي مهم جدا 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 من هنا للسنه الجايه. وفي اهم 5 كتب OTC انا بعتز بيهم جدا وانصحك باقتنائهم. طيب كل اللي قلناه ده هيؤدي فور شور باذن واحد احد الى ان كيرف مبيعات الصيدليه يبدا يزيد، بغض النظر عن الحاله الاقتصاديه للمنطقه اللي حضرتك موجود فيها، بغض النظر عن عدد الصيدليات اللي موجوده حواليك، بغض النظر عن حجم العيادات ونوع العيادات اللي موجوده حواليك لاطباء، بغض النظر عن حاجات كتير. الكيرف ده بعون الله بيتحقق لما يكون عندك مهارات OTC والسيلينج سكيلز. كل اللي عملناه في الكيسز اللي فاتت اسمه كروس سيلينج.
يعني لقينا نيد موجودة عند صاحبنا، حاولنا نكتشف ما يحيط بيها، وقدمنا له بدل البرودكت 4. خلاص كده انا تعمدت ان الموضوع يكون سيمتريكال او متماثل في ال4 كيسز، علشان احنا ما بنشرحش النهارده OTC، احنا بندي اكزامبلز، لكن شرح الكيسز نفسها ان شاء الله هنعرف برضو نحصل عليه ازاي. طيب ده لما يحصل داخل الصيدليه بتلاقي صاحب الصيدليه باصص لك بالشكل ده. خلاص كده حرفيا بيكون مذهول، يعني فخور بيك جدا، وفي نفس الوقت شايفك يونيك، distinctive، irreplaceable، غير قابل للاستبدال. بعد اسبوعين 3 من تحقيق الذات قدامه بيكتشف انك مش زيك زي غيرك، مش تمشي يجيب 10 مكانك. وفي نفس الوقت لو حققت الاستابيليتي الكافية تقدر تقوله بكل بساطة انا محتاج كذا. احفظها، كذا ده يساوي عشر اللي بيجي لك داخل الصيدلية في الشفت بتاعك. وش كده حضرتك صيدليتك بتحقق في الشفت بتاعك كمكسب قد ايه بزيادة؟ احسبها، الموضوع بسيط. اللي يهمني انه هو نفسه اهم شيء، ولو حد بيتفرج عليا صاحب صيدلية دلوقتي يا ريت ما يزعلش مني، اهم شيء يشوفه منك انك تكسبه. طالما هتكسبه منطقي جدا 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 انك تطلب تجاب. خلاص كده انا عايز في الساعة 250 جنيه، طلباتك. ليه؟ عشان الحاجتين دول. اكتشف ان حضرتك هتكسبه بالحلال وفي نفس الوقت ستيبل، مش شهرين وتسيبه. وصلت كده؟ الموضوع بمنتهى البساطة. ارجوك اي حد دلوقتي بيتفرج عليا عنده من الشاعرية والوردية والملائكية ان لا انا هشتغل باجر عالي جدا جدا وفي نفس الوقت اخد خبرة في نفس المكان ده، ويكون صاحبنا بيشتغل بالحلال ويصبر عليا وبعد كده شاركني وانا اساسا زيرو خبرة، اسمح لي اقول لحضرتك صعب جدا جدا جدا، لان الواقع الاقتصادي مهبب على الكل. فهو مش هيصبر عليك، هيقول لك انا اسف بعتذر لك جدا بالسلامة. ودي يعني مشكلة كبيرة جدا بتواجه الخريجين الجدد اللي ما تدربوش صح على مدار 5 سنين دراسة. هو لسه محتاج يتخرج ويحصل على الخبرة وبعد كده يشتغل بفلوس ترضيه. ممكن يشتغل بأجر أقل بكتير من اللي ممكن يرضيه لمجرد أنه ياخد الخبرة. وصلت الفكرة؟ فالمسألة بتبقى مسألة توازنات. هنا محدش بيبقى من الأطراف غلطان، هي مسألة عرض وطلب. طيب ده باختصار شديد جدا الوسيلة الوحيدة في وجهة نظري علشان تحصل من خلالها على الأجر اللي يرضيك داخل الصيدلية بالحلال، ألا وهي إنك تكسب الصيدلية دي أكتر من غيرك بشكل مختلف عن غيرك. أرجو إن الكلام يكون منطقي. هنا سيادتك هتبدأ تفكر تفكير سهل جدا جدا، ألا وهو طب إزاي؟ أنا عايز أكون OTC practitioner محترف، وكالعادة لازم أقول لك كجويلي إن عندي هارد واي و ايزي واي. الهارد واي هو ان حضرتك تبدأ تكتب ورايا اسماء ال5 كتب القادمين دول. الهارد واي هو ان حضرتك رقم 1 يبقى معاك الكتاب ده. الكتاب ده اسمه Community Pharmacy Handbook، ده رقم 1. اوكي، Community Pharmacy Handbook من اروع الكتب، وده يعتبر يعني جوناثان ووترفيلد متألق فيه. يهمني ان حضرتك تجيبه وتقراه من الجلدة للجلدة. ده الهارد واي، حضرتك حابب الهارد واي. بص انا مش هقول لك نزله PDF علشان فيه حرمانية، دور عليه وشوفه بكام وهاته ورقي. نفس الكلام بالنسبة لي فارماكوثيرابي هاندبوك. ديبيرو يا اخوانا، ديبيرو، جوزيف ديبيرو احد الاوثرز او الكو اوثرز في الكتاب ده. كلمة فارماكوثيرابي ارتبطت بالراجل ده جوزيف ديبيرو، من اروع وافضل الناس اللي ممكن يكلموك في الفارماكوثيرابي سواء كلينيكال او كوميونتي. اوكي، في الكتاب ده هتلاقي الاثنين ان شاء الله. طيب رقم 3 وده يعتبر كتاب امريكي، هاندبوك اوف نون بريسكريبشن دراجز، لكل الناس اللي بتقول لك مفيش حاجه اسمها OTC، مفيش حاجه اسمها اوفر ذا كاونتر. لا اسمح لي اقول لحضرتك في نون بريسكريبشن دراجز، ده كتاب كامل عنها، وده الامريكان بيدي لك سكيم لطيف جدا. لو المريض عنده كحه بالشكل الفلاني اتحرك في الاتجاه الفلاني، لو المريض عنده كحه بالشكل العلاني اتحرك في الاتجاه العلاني. ده في كل كيس ممكن تقابل
السكيم النهائيه دي، وده للناس اللي بتحب تحفظ اكتر مش بتحب تفهم. رقم 4 symptoms in the pharmacy، وده my beloved، يعني ده يعتبر my favorite. اوكي، وده النسخه البريطاني او الشكل البريطاني من الهاند بوك اوف نون بريسكريبشن دراجز، لانه برضه بيقدم لك سكيم بس بيعتمد اكتر على الفهم مش الحفظ. وده متوفر داخل مصر بمنتهى السهوله من خلال شركه سبكترا فلير. تقدر تتواصل معهم بعد اللايف وتسالهم اجيب الكتاب منين، او يشحنوه لك لغايه باب البيت كمان. طيب، اخيرا وليس اخيرا بقى كتاب طبعا الاشهر لبول روتر، وهو كوميونتي فارماسي. بمنتهى البساطه حضرتك ممكن تحصل على الكتاب ده برضو وتبدا تقراه من الجلده للجلده. جميل، 5 كتب يا سيدي، ما حرمتكش من حاجه اهوت، براحتك خالص اقراهم وناقشني فيهم وانا تحت امرك، والكلام هيكون اكاديمي. مسؤوليتك الرئيسيه هي انك تقاوم التسويف، تقاوم المماطله، تقاوم اللغه الانجليزيه طبعا، انك تقاوم عدم الاستمتاع هتقراه. كل ده طبيعي، انا بتكلم انه هارد واي بمعنى كلمه هارد واي. في ناس عندها من الخلق ومن الطقطان انها تصبر على كده، براحتك مفيش مشكله خالص. طيب، حد هيقول لي طب اتاكد من الكلام اللي فيهم فين او اناقش فين؟ اقول لك يلا بينا، تعالى تنورني في Community Pharmacists Who Think Big، جروبنا الصيدلاني اللي بقاله بفضل الله 10 سنوات الحمد لله. برايفت جروب زي ما حضرتك شايف، يحتوي على اكتر من 165 الف ممبر من الصيادله ومن الطلبه من داخل وخارج مصر، بشكل الحمد لله والشكر لله دايلي اكتف. ممكن تلاقي كل ساعه بوست، صور روشتات وحطها داخل الجروب، شوف كيسز بتقابلها داخل الصيدليه، وبعد ما الكيس تمشي تعالى ناقشها قدامنا داخل الجروب وشوف ايه الصح وايه الغلط. وفي نفس الوقت ما تكتفيش باللي بيتقال داخل الجروب، لان مش لازم علشان ناس اجتمعت على اجابه معينه تبقى هي الصح، لا، اتاكد منها من المراجع. في اكتر من 100 موقع اتكلمنا عنهم قبل كده هوت كذا مره. كل الحاجات ديت تقدر انك تسيرش عليها وتتعلم بالتجربه والخطا. تاني، تتعلم بالتجربه والخطا، وفي وقت نسبيا اطول من الايزي واي اللي هتكلم عنه حالا. ده كان الهارد واي. طيب، قبل ما ندخل في الايزي واي يهمني اختار الجيف اواي رقم 4. الجيف اواي رقم 4 انا هختارها دلوقتي من الناس اللي بتعمل شير ناو لللايف ده. شير لللايف ده. لو حضرتك عملت شير عندك على البروفايل الشخصي بتاعك لللايف، اكتب لي في الكومنتس شير دون، وهختار كومنت من اللي كاتبين شير دون. ده معناه انهم موجودين معانا دلوقتي لايف، وفي نفس الوقت هيبداوا يتفاعلوا معانا ان شاء الله، وممكن يكون واحد منهم هو اللي هيفوز بكورس OTC كامل ان شاء الله بعد ثواني. اوكي، فلو حضرتك عملت شير لللايف ده عندك دلوقتي على البروفايل بابليكلي، اعمل او اكتب لي شير دون علشان اقول لك ازاي ممكن تفوز فورا. مش مطلوب اي حاجه اكتر من كده، اعمل شير لللايف واكتب لي شير دون. ولو برضو بتشوفني في الريكوردد فيرجن على اليوتيوب، اعمل كده باللينك اللي على اليوتيوب واكتب لي في الكومنتس شير دون، وهتعرف ازاي هتفوز ان شاء الله معايا. اكتب لي في الكومنتس حالا شير دون. جميل جدا جدا. يا ترى هل ترى في ناس كتبت شير دون ولا لا؟ ده اللي هنشوفه حالا بعد ما نفتح اللايف دلوقتي. جميل، ناس الحمد لله بدأت تكتب شير دون، اللهم بارك، كويس جدا جدا. very nice. معانا بفضل الله عدد كبير عامل شير دون، very nice. واللي هيفوز معانا دلوقتي ادي الكومنتس خلاص، واللي هيفوز معانا بالجائزة رقم 4 معانا النهاردة، الجيف اواي رقم 4 هو دكتورة حسناء شوقي. دكتورة حسناء شوقي هي اللي كاتبة شير دون. اوكي، فازت معانا دلوقتي. يا ريت حضرتك يا دكتورة حسناء تشرفينا على الواتساب اللي مكتوب قدام حضرتك دلوقتي، وتبعت لنا كلمة giveaway 4
ليس اكثر ولا اقل، لاستلام هديتك ان شاء الله بعد اللايف مباشره. طبعا الكلام ده كل ما سبق للناس اللي شرفتنا بالحضور لايف. طيب تعالوا نخش مع بعض على الايزي واي اللي كل الناس مستنيه انها يعني تعرف اكتر عنه. الايزي واي بمنتهى البساطه قائم من خلال مشاهده حضرتك لمحتوى، المحتوى ده مدته 48 ساعه يعني اساسيين، ده الكور، زائد 42 ساعه بونص، باجمالي 90 ساعه. يعني 48 اساسي، 42 بونص او اضافي، باجمالي 90 ساعه. لو اخدت منهم ساعه واحده في اليوم يوميا، انت كده ان شاء الله خلال 3 شهور مش اكتر هتكون OTC براكتيشنر محترف. طيب اديني تفاصيل اكتر. على مدار 24 ساعة يوميا 7 ايام في الاسبوع هكون موجود معاك بنفسي ان شاء الله بعد ما او يعني اثناء مشاهدتك للمحتوى ده، علشان اجاوبك على اي سؤال اي استفسار بنفسي ان شاء الله. الكلام ده هيكون بالنسبة لك شيء ممتع جدا جدا جدا، وده من اهم الاسباب اللي ممكن تخليك تبعد او ما تكتفيش بالهارد واي وتلجأ للايزي واي. زي ما هنقول كمان شوية، انت هتستثمر معايا جزء مهم جدا جدا من وقتك ومالك ومجهودك، في المقابل ده هيعود عليك كاستثمار ان شاء الله. رقم 1 باستمتاع. باستمتاع. احنا ما عندناش امتحانات، مش هقول لك تعالى هختبرك بعد 3 شهور وعلى اساس المذاكره اللي هتذاكرها هدي لك شهاده او لا. انت اللي هتحس باختلاف في مهاراتك داخل الصيدليه لما سيادتك ان شاء الله تشاهد المحتوى ده. المحتوى ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكتر من 200 حاله OTC بجانب المضادات الحيويه اللي ممكن تبقى مرتبطه بيهم. يعني الOTC بتاع 200 كيس بلس OTC of infections، البكتيريا، الفنجاي، الفيروسز، اللي هي الديدان والبروتوزوا، ال5 انواع من الانفكشنز اللي ممكن نواجههم داخل الصيدليه. بجانب طبعا في الانفكشنز بيكون في جزء بريسكريبشن اونلي، اللي هي المضادات الحيويه بيتم اختيارها على اساس ايه في الروشتات. كل الكلام ده حضرتك بتستلمه مني على الموبايل لو اندرويد، وحتى لو كان ويندوز ما فيش اندرويد برضه بيكون ليها حل باذن الله. هنعرف بعد قليل ازاي تحصل على المحتوى ده وسعره، هقول لك عليه ان شاء الله بالابديت بتاع 2021. طيب تقول لي طب انا لو لا قدر الله ما استفدتش، هقول لك معاك اسبوع كامل بمجرد ما تحصل على المحتوى ده، satisfaction guaranteed، money back guarantee، تقدر تسترد فلوسك بالكامل خلال اسبوع. انت ما استريحتش ما استفدتش، فضل فلوسك مره تانية ويا دار ما دخلك شر. زيرو ريسك زي ما بنقول، انت ما خسرتش اياتها حاجه على الاطلاق. ولكن على العكس لو حضرتك استفدت ده هيعود عليك بالنفع، مش 10 اضعاف ولا 20 ضعف، لا 100 ضعف اللي ممكن يكون تم استثماره من وقت ومن مال ومن مجهود في مشاهده المحتوى الممتع ده باذن الله. طيب دي ثالث نقطه. حاجه كمان مهمه جدا، ان حضرتك ممكن دلوقتي على يوتيوب اكتب لك او امليك شويه حاجات تشوفها از فري سامبل. لو بتشوفني لاول مره وبتشوفني الدقيقه دي لاول مره، ادخل على يوتيوب واكتب الادويه الحمل الجويلي، اكتب الله يكرمك، الكلام ده مهم جدا. ويا سلام لو حد حط اللينك بتاعها في الكومنتس، يبقى خدمني خدمه العمر، سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك. الادويه الحمل الجويلي، محاضره 2.5 ساعة اتقدمت في نقابه صيدله المنوفيه في بدايه 2020، قريبه جدا، ابديتد، وفي نفس الوقت فيها من المعلومات ما فيها بفضل الله، واللي هيعرفك اكتر على اسلوب توصلنا للمعلومه تحديدا في الOTC وغيره. الحمد لله وشكر لله في عدد كبير من المحاضرات الموجوده على الشانل عندنا على يوتيوب، سواء OTC او نون OTC. طيب ده كفري سامبل. ايه كمان؟ خليني احسب معاك كده حسبه لطيفه. لو قلت لك قيمه المحتوى ده كله هقولها لك بعد دقيقتين بالظبط، بس انا عايز احسب معاك حسبه صغيره خالص خالص خالص. لنفترض مع بعض ان انا هقابلك يوميا لمده 90 يوم علشان اقدم لك الساعه دي بس فيزيكال، يعني على الارض. حضرتك هتشرفني من مختلف محافظات وليكن القاهره، مش هقول لك محافظه اكتر من كده، وهتركب ارخص مواصله في القاهره الا وهي المترو، رايح جاي. هناخد الافريج، حضرتك هتتكلف 7 جنيه رايح و7 جنيه جاي. اوكي؟ لو متفق معايا لغايه دلوقتي اكتب لي متفق او موافق. كمان شويه ايه اللي هيحصل؟ عطشت، هتحتاج تشرب ميه،
احنا في اسكندريه وفي دمنهور بنقول عطشت مش عطشت. المهم هتجيب ازازه ميه بقد ايه؟ مش هقول لك هتجيبها مثلا يعني ب 25 30 جنيه، لا هم ب 5 جنيه عمي، الحمد لله والشكر لله، مش محتاجين اكتر من كده. جميل. محتاج تصحصح، حضرتك هتشرب نسكافيه، مش هقول لك ب 17 18 جنيه وانما ب 5 جنيه بس. جميل. ايه كمان؟ حضرتك يعني جعت كده، معلش، رايح ساعه وراجع ساعه وفي النص ساعه علشان تحضر المحاضره يوميا، جعت، مش هقول لك هتضرب كشري ولا هقول لك هتجيب نص فرخه، انا بقول سندوتشين فول وطعميه او فول وفلافل. في الحاله ديت يعني 10 جنيه، ما بقولكش اكتر من كده. جميل. طيب في بلوك نوت محتاج ان حضرتك تكتب ورايا، محتاج ان حضرتك في مثلا حاجات هتنطبع مثلا داخل الكلاس ب 6 جنيه. اوكي. قيمه القاعه اللي حضرتك هتدخلها يوميا كايجار، انا مش هاخد حاجه في جيبي، تخيل 10 جنيه بس كل يوم وانت داخل كده. قيمه حضور الكلاس نفسه 10 جنيه، النور بقى والميه والغاز والموجودين حواليك والكلام ده كله 10 جنيه بس علشان التنظيف يعني بتاع الكرسي. حلو كده. كل الكلام ده بقى هيتكلف كام يوميا لو حضرتك هتحضر معايا فيزيكال او مع اي محاضر اخر، انا مش كلامي على نفسي يعني. حضرتك هتتكلف بالظبط 50 جنيه يوميا، والكلام ده نسريات، اللي هو رايح جاي مواصلات، سندوتشين فول، ميه، نسكافيه. اضرب كده في 90 يوم، في 90 يوم حضرتك القيمه هتكون 4500 جنيه. حضرتك هتتكلف في 3 شهور 4500 جنيه. احنا بقى بكام؟ انا لما اقدم لك الكلام ده هقدمه لك ب 4470 جنيه فقط، مع فارق مهم جدا 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 جدا، الا وهو ان لما حضرتك تحضر فيزيكال هتحضر في وقت معين في مكان معين وتاخد المعلومه بمعدل معين، ومفيش امكانيه لاسترجاعها مره تانية، وتبقى بالشكل ده مرهق جدا، لانك مستحيل تكون في كل الاوقات بنفس طاقه تركيزك. ولكن على العكس لما تدرس معانا اونلاين ممكن تدرس من بيتك، بل من سريرك، من تحت بطانيتك ولحافك، في الوقت اللي يناسبك، في المكان اللي يناسبك، لأي عدد من المرات، بالمعدل اللي ممكن يكون مناسب بالنسبة لك. عايز تاخد 5 دقايق وتقوم تعمل كوباية شاي وترجع لي تاني، وهكذا. كل الكلام ده أنا عايزك تحطها في دماغك كده وتشوف أنهي بالنسبة لك ممكن يكون استثمار أفضل. لأن ناس كتير جدا جدا تقول لك لا 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 4470. طب اتقل، هظبطك. ال 4470 جنيه دول زي ما اتفقنا كده، لو شفنا في اليوم قد ايه، بقى اقل من 50 جنيه، وده يعتبر بالنسبه لك ان شاء الله استثمار موفق. طيب انا نسيت اقول لك الكونتنت ده اسمه ايه. الكونتنت ده ببساطه شديده جدا اسمه OTC نينجا. OTC نينجا عباره عن OTC كيسز ليفل 1 ليفل 2 مضادات حيويه. كلنا عارفين النينجا تيرتلز، جيلنا كله ممكن يكون متربي عليها، وعلى هذا الاساس اسمح لي اقول لحضرتك ان في عندنا عرض لطيف جدا جدا جدا، لان الاو تي سي نينجا كانوا 4. البيست اوفر النهارده معانا خاص لما يكون الشله بتاعت حضرتك 4. ببساطه شديده جدا، لو 4 عملوا جروب على الواتساب وضافوني ليه على الرقم اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي قدامك على الشاشه، ويكونوا كلهم طلبه او صيادله، طلبه صيدله او صيادله، كلامنا كله للخريجين فقط والطلبه من كليه الصيدله، مش اي حد يعني غير كده على الاطلاق، وكلامي ده مهم جدا جدا جدا. حضرتك في الحاله ديت هتاخد لحضرتك بس للواحد خصم 1500 جنيه. ايوه انا اعي ما اقول. اوكي، يعني لو مع حضرتك 3 تانيين بس ناويين انهم يحصلوا على نفس الكونتنت ده ان شاء الله، ممكن بمنتهى البساطه تعملوا جروب وحضرتك تستلم مني 4 نسخ علشان يعني يتقدموا لهم داخل الجروب، وانا هتابع معاكم داخل الجروب ده بنفسي على مدار ال3 شهور، وما بعد ذلك كمان بصلاحيه مدى الحياه باذن الله. انت مدرك انت بيتقال لك ايه دلوقتي؟ يعني خصم 6000 جنيه. حضرتك او حضراتكم كاربعه اصحاب هتوفروا 6000 جنيه ان شاء الله. المشكله ان عدد النسخ محدود كالعاده، لان انا اللي هتابع معاكم بنفسي، مش هعين حد يتابع معاك، مش هفرض لك حد هو اللي يقول لك خلاص بقى انا هتابع معاك، لا انا هتابع معاك بنفسي على مدار ال3 شهور باذن الله.
وعلى هذا الاساس نخش مع بعض على خامس جيف اواي. خامس جيف اواي لكورس او تي سي متكامل ان شاء الله. يا ترى مين هيفوز بيها معانا؟ اللي هيفوز بيها معانا هو احد الناس اللي ببساطة شديدة جدا هيكتب دلوقتي موجود من الاول داخل اللي هو اللايف ده دلوقتي. اوكي، يعني هيكتب لي في كومنت دلوقتي واحد، مش اكتر من كده. هنشوف مع بعض هو هيكون مين. اكتب في كومنت دلوقتي رقم واحد، مش اكتر من كده، وهنشوف مين هيفوز بجيف اواي رقم 5. ولو سيادتك موجود معانا لغاية اخر ثانية تحديدا على يوتيوب، ممكن تكون من نصيبك الجايزة رقم 6، وهنقول ازاي ان شاء الله. اكتب لي في الكومنتس واحد، اوكي، مش اكتر من كده. اكتب في الكومنتس واحد، موضوع بسيط جدا. وهقول لك طبعا حالا ازاي تحصل على الكونتنت كله او تي سي نينجا. ايوه، الناس الحمد لله بدأت تكتب واحد. تمام، هنختار مع بعض، هنختار فورا. ادي تعليقات واحد كتير اهيت، الحمد لله والشكر لله لكل الناس اللي موجوده معانا دلوقتي. سوري، شوفها تاني معلش. كل الناس اللي بتكتب واحد بشكرهم شكرا جزيلا انهم مشرفيننا حالا دلوقتي. مين هيفوز؟ اللي هيفوز ده معانا دكتور معتز سمير. الف الف مبروك لدكتور معتز سمير. يا ريت تبعت لي على الواتساب، الواتساب الرقم ده، تبعت لي كلمه جيف اواي 5، ليس اكثر من ذلك ولا اقل. طيب دلوقتي في واحد معانا حاليا قرر وحاول ان هو خلاص يعني حابب يجرب معانا ان شاء الله ويخوض المغامره. قرر ان هو يحصل على او تي سي نينجا كورس باذن الله بمستوياته كلها. ممكن بكل بساطه دلوقتي بمنتهى السهوله يبعت لي على الواتساب كلمه نينجا بالعربي، نون يه نون جيم الف، ليس اكثر من ذلك ولا اقل. اوكي، سواء بتشوفني في اللايف فيرجن او في الريكوردد فيرجن على اليوتيوب او حتى على الفيسبوك، ابعت لي دلوقتي على الواتساب كلمه نينجا قبل نفاذ النسخ. طيب هساعدك مساعده كمان. لو مش عايز تحصل على الكورس بشكل فردي ب 4470 وحابب تحصل عليه بخصم 1500 جنيه، يعني بأقل من 3000 جنيه، ممكن بمنتهى السهولة تدخل على جروب كوميونتي فارماسيست هو ثينك بيج وتاخد اللينك بتاع الفيديو ده، سواء بتشوفني على الفيسبوك او على اليوتيوب، وتحطه على الجروب وتكتب مين يا جماعة يشترك معايا في عرض الشلة، علشان تلاقي 3 جادين يقولوا لك ايوه احنا شفنا الفيديو وناويين نكون معاك. بمنتهى السهولة هتبدأ تجمع نفسك قبل ما اللي هي او يعني تجمعوا نفسكم قبل ما النسخ بتاعة عرض الشلة تنتهي ان شاء الله، لان برضو المتاح منها عدد محدود باذن الله، وتضيفوا نفسكم على الواتساب باذن واحد احد، واتابع معاكم بنفسي ان شاء الله بعد ما تضيفوا رقمي ده. تقول لي طيب انا محتاج اعرف اخيرا وليس اخيرا جيف اواي رقم 6 ممكن نحصل عليها ازاي؟ بمنتهى السهوله، الناس اللي عملت كومنتس وهي بتشوفني على اليوتيوب في ريكوردد فيرجن دلوقتي، الويبينار القادم ان شاء الله هنختار منهم عشوائيا واحد من الكومنتس. فلو حضرتك لسه ما عملتش كومنت تحت اليوتيوب فيديو دلوقتي، اعمل فورا كومنت باي حاجه من الحاجات اللي قلنا عليها، اكسايتد، واحد، رقم معين، وات ايفر، شير دان، كل الحاجات ديت بالنسبه لي هيتم منها الاختيار ان شاء الله. والويبينار القادم تحديدا هيكون ان شاء الله على الهيربال فارماسي بنفس الستايل ده ان شاء الله، قريب جدا 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 باذن الواحد احد، هتلاقوه ان شاء الله موجود برضو على البروفايل وعلى التشانل. زي ما بدأت كلامي معاكم، بربي اشرح لي صدري بنهي كلامي بيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحبكم جدا 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 في الله، واشكركم شكرا جزيلا على انكم شرفتونا وانستونا طول فتره الويبينار، اللي ارجو ان يكون بالنسبه لكم
كان انسبايرنج. شفنا 4 OTC اكزامبلز، شفنا شويه سيلينج تيبس اند تريكس، شفنا وبرضه ده حاجه مهمه جدا 5 بوكس مهمين جدا لاي OTC براكتيشنر. وزعنا 5 جيف اواي، والسادس ان شاء الله هيكون في بدايه الويبينار القادم. اشكركم شكرا جزيلا. كان معكم احمد الجويلي. كالعاده بحب اقول صيدلي مصري، وهدفي انك تكون صيدلي افضل. نشوفكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.